المهم انت بقى بتفرحي ان عندك 2 ماما فعلا؟ اه. يعني عمرك ما سألتي بابا انت ليه متجوز 2 لا مثلا؟ عادي. اه عادي. يعني في المدرسة مثلا ما محدش بيقولك انت ازاي ليكي 2 ماما او لا عادي. محدش سألك يعني؟ محدش بيقول حاجه. ولا ما يعرفوش اصلا؟ لا حتى لو زمايلي عارفين، يعني زمايلي عادي في الفصل عشان صحابي كلهم فعارفين عادي. بصي قروبين ازاي هاتوا بصي. وازاي شبه بعض كده؟ هو في توأم ولا ايه؟ صح؟ ايه ده؟ تعالوا. اصل انا بصيت يمين لقيت شمال زي يمين. تعالي بصي هنا دي. انتوا ايه؟ انتوا زي بعض. مين اكبر؟ انا شعب احنا مفيش حد اكبر بدقيقة ولا نص دقيقة ولا انت شكلك انت 3 دقايق صح؟ 3 دقايق دول يفرقوا جدا في الخبرة وكل حاجة. طب وانتوا بتحبوا مامي ايمان برضو؟ بس مش اكتر من ماما بقى ولا؟ بقى اكتر. اكتر برضو؟ لا انت روحي انتحري خلاص بقى. ما هي بتحبني، فعشان كده مش فارق معاها يعني. هي بتحبني. مش فارق معايا ان عيالها كلهم بيحبوكي انت اكتر؟ هما بيحبوها برضو. لا بس ده ما في حدش فكر. على فكرة والله لما يعني بيقولوا كده ما بتزعلش. ازاي ده؟ انا اتحسر. بتبقى مطمنة عليهم معايا. لا اطمن معاهم حق. حبهم يعني من حبي ليهم هي بتبقى مطمنة. ايوه ماشي، بس اسال ولادي بتحبوني انا اكتر ولا فلانه؟ يقولوا فلانه ايا كانت فلانه دي مين. هي ما بتزعلش والله. ما بتزعل. مش ممكن. طب بقى كده مش ممكن تكوني بتزعل. انا اعرف بس ايه اتكلم. مش ممكن تكوني بتزعل. طب بص اقول لك على حاجة. طبعا بس عشان حضرتك مؤمنة ومقتنعة ان كل حاجة بتقدير ربنا سبحانه وتعالى. طبعا محدش ضمن عمره ثانية بس مش هقول لك النفس اللي خارج. انا ممكن مع حضرتك دلوقتي يعني انت مبسوطه ان في حد تاني بيحبوه يعني؟ حاسة لو حتى انا يعني عمري قبل عمرها، لا انا مطمنة ان في حد هيعامل ولادي احسن ما انا بعاملهم. على العقوبة بتعاقبهم والمعاملة الكويسة يعني بتعاملهم. فانا ازعل ليه؟ ما بالعقل يعني. حضرتك دلوقتي البني ادم العاقل اللي بيفهم يبقى عارف ان كده كده الست دي انا هتضايق ليه لما هي تعاملهم حلو. يعني انت رد عليا. لو جه في يوم من الايام وقال لكم انا هتجوز واحده تالته تمام انا بقول لك السؤال براحته والله. بس احنا الاثنين هتجيبوه؟ واحد. لا معانا لا في المطبخ. خلاص الاوضه دي هجيبها فيها. لا انا قصدي اقول يعني بدل بقى المنطق الراحه والحب والموده وكده. ما هو ربنا قال مثنى وثلاث ورباع. براحته بس السبب كان ايه في الجوازه الثانيه؟ ما انا اقتنعت بكلامك لما جيت قلت لي ان انا دلوقتي المبلغ اللي معايا صرفته واختي هتجوزني الجوازه الثانيه قسط. معلش مع احترامي ليكي بدون بقى اي يعني اللي هو اجوزك وكل ما يبقى معاك مبلغ ادولي تمام. يعني الجوازه الثانيه جت بالحب وبالرضا وبالاقتناع الحمد لله رب العالمين. فانت تقولي جوازه ثالثه ليه؟ قال لك هو كده. قال لي كده خلاص براحته. انا مش هقدر امنعه عن شرع ربنا. مش هتسيبيه؟ هي خلاص كيان واحد الحمد لله بفضل ربنا. لا هو بقى ياخد لها مكان بره براحته. انت استناني ده انت عامل اللي محدش عمله. ثانيه واحده. ايوه بس تمام محدش هيتطلق ولا حد هيزعل ولا كده. لا براحته لا اله الا الله. انا اصل بص براحته دي طالعه ايه؟ لا براحته والله. بس كلها تهديدات ووعيدات وهي عشان حاطه البتاع. بس انا شايفه عينيها فاهمه مش هتطلع في الكاميرا. قالت لك براحته براحته. هيتقتل. الشر ليه كده؟ ربنا يخلي لي عياله. اشمعنى؟ لا مش فاهماها دي. مش فاهمه. اي عياله عايزين. هو انا حق ليا انا لوحدي؟ ما في عيال وفي زوجه. هي لا بص اللي هتمشيها مشيه بمعنى لو سابتها انا هسيبه. كملت معاها هكمل. انا معاها بصراحه. انت ايه بقى؟ لا عادي يعني. هو لو اختار ان هو يتجوز مفيش مشكله يتجوز بس احنا نعيش مع بعض. ما تجيش هي يعني؟ ما يجيش هو عندي. هي تيجي برضه. لا تيجي ازاي؟ افرضي حبيتيها. هو ربنا. افرضي حبيتيها. تعالى مش حبيتيها؟ حبيتها. افرضي الست التانية سكرة برضه حبيتيها. دي بقى عارفه ليه؟ ليه بقى؟ ربنا بيكيف كل حاجه بمقدارها. ما هو ربنا قال 4. الراجل ده عشان ممكن
مش ممكن ده اكيد ان شاء الله ان هو طيب، فربنا رزقه بست طيبه مش هيتجوز التالتة. اللي هي قبلي انا خالص قبل ما يشوفني خالص. وست شاشن طيبه جات لها برضو حد مش انا ما اقولش ان انا طيب وما زكيش نفسي على ربنا، بس المعامله اللي بعملها هي شايفه ان انا كويسه. فهو ربنا بيدي كل واحد، الخبيث بيديله الخبيث والطيب بيديله الطيب، وهي الحياه ربنا كلمة ربنا يا ستي اداله واحده طيبه تالتة. تالتة مش هتعيش معانا. افرضي ربنا اداله واحده طيبه تالتة، معرفش والله. سكره وطيبه وحلوه وجميله وكل قلتي لي اصل انت الوفاق والموده والرحمه، جت واحده تالتة يا ستي طيبه وجميله وحلوه الموضوع مش هيبقى اصلا متقبل زي ما حمزه ما قالت ان هي يعني انا وافقت عشان سبب. دلوقتي احنا مش شايفين ان في سبب.